بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته. إخواني، في هذا المقطع نوضح بعض المعلومات عن عملية التفقيس. التفقيس من أساسيات التفقيس اللي هي الحرارة والتهوية والرطوبة ومن ثم التقليب. هذا التقليب إخواني عندنا تقليب طبيعي وعندنا تقليب صناعي. التقليب الصناعي إخواني البيضة تقف عموديا مثل هذا البيضة مائلة إلى هذا الجانب، فالصفار باعتباره أقل كثافة من البياض ولذلك يطفو إلى الأعلى. هذا الجانب عندما تميل البيضة إلى هذا الجانب يتم التلامس مع هاي الحافة اللي بها غشاء البيضة الداخلي، وعندما تميل إلى جهة اليسار تكون هذا المكان هو التلامس، وبهذا يحصل حركة للصفار الذي يحمل الجنين ويحميه من الالتصاق ويعطيه مرونة للحصول على الحرارة والتغذية. أما إذا الوضع الأفقي تحت الدجاجة أو تحت حوض الدجاجة، حوض الدجاجة إخواني يعتبر المصدر أو المنهل الرئيسي للحصول على معلومات التفقيس الذي ثبته العلماء ما اخترعوا شيء من جيبهم. هذا نظام الطبيعة إخواني، نظام الكون، هذا نظام الخالق حافظ على الطيور والأصناف والحيوانات من الانقراض بدون الحضارة، بدون ما قبل الحضارات إخواني. هذا اللي قلنا عندما تكون البيضة تحت حضن الدجاجة بالوضع الأفقي يحصل هذا يكون الصفار يكون تماما في الوسط، يصعد إلى الأعلى قلنا باعتباره كثافته قليلة اللي يكون قريب على حرارة الجسم الأم. وعندما تدور البيضة يكون هذا المكان بالأسفل، وأيضا يحصل تدوير بالصفار، وبهذا يحصل انسجام وتناسق للجنين لحصوله على الحركة، لحصوله على مرونة الحركة، وكذلك يحصل على الحرارة، وكذلك يحصل على التغذية السليمة، لأن هذا سائل إخواني يغذي الجنين خلال فترة 21 يوم. أما المدد التقليب أول 3 أيام لا يقلب البيض. ليش؟ لأن يتطلب الوضع الجنين السكون والهدوء لغرض تحفيزه تحفيزه للاستيقاظ من السبات، هو في حالة سبات قبل ما يدخل بالفقاسة، يحصل على جو طبيعي يبدأ بالحركة، وبهذا يحتاج إلى السكون والهدوء في 3 أيام لا يقلب البيض. وبعد ذلك يقلب البيض إلى يوم 18. هاي بالنسبة لبيض الدجاج يقلب إلى يوم 18 في اليوم، أقل شيء 3 أو 4 مرات يقلب البيض. هذا العدد 3 أو 4 مرات كلش كافي. وفي يوم 18 يبدأ الجنين يتكامل، يعني يصبح كتكوت وجسمه كامل، ويبدأ جسمه أيضا يفرز حرارة. في هذا المرحلة يتوقف أيضا التفقيس، التدوير أو التقليب، وجسمه في هذه المرحلة قلنا يقوم يفرز حرارة. ولذلك احنا ننزل الحرارة في هذا العمر، ننزلها درجة كاملة، يعني مكان 36.5 تصبح مكان 37.5 تصبح 36.5. ليش؟ لأن الدورة الدموية مالته اكتملت، وكل كائن حي له دورة دموية جسمه يفرز حرارة. هذا المعلومات اللي ممكن باختصار نقدمها، وأرجو أن استفاديتوا إخواني. ولا تنسون الاشتراك بالقناة لغرض تعميم الفائدة مع تقديري واحترامي للجميع.